والله يا جماعة أنا كنت محتارة أعمل غدا إيه، وكل اللي عندي 3 من صدور الفراخ، وزهقنا بقى من البانيه وزهقنا من الكلام ده كله. فكرت وقررت وقلت هعمل بيه فريك بالفراخ، طاجن كده وصينية حلوة جدا، غدوة خطيرة. والفريك ما خدش مني وقت، كله مع بعضه وفوق واحدة خلصنا الأكلة، ومفلفل وطعمه خطير، ولا نقعنا ولا خدنا حتى وقت في كل حاجة. كل حاجة كانت سهلة وماشية كويس. لازم تجربي الطاجن ده خطير. يلا بينا نحضره سوا. اول حاجه جبت بصلايه كده قطعتها في الكبه وطماطمايه وملح وفلفل والبهارات بقى، بابريكا وبصل باودر وتوم باودر وزبدية. قلبت كله ونزلت فيه صدور الفراخ وسبتها تتبل شويه. ووك على نار متوسطه، مكعب من الزبده وشويه من الزيت. هبتدي بقى اشوح الفراخ بعد ما اتبلت كده، وقطعت الصدر نصين، وحطيت بقى كل حاجه وسبته يتشوح تشويح حلوه يعني. بعد ما بيتشوح برفعه كده من الوك، برفع وفي نفس الطاسه بالبهاريز الحلوه انزلي ببصله مفروم ناعم، قلبيها قلبيها لغايه ما تاخد منك اللون الذهبي. زودت مكعب من الزبده، فلفل مفروم ناعم وجزره مبشوره. قلبي كل الخضار مع بعض وفصين من الثوم لغايه ما تشمي الريحه الحلوه. بعدين نزلت عليهم بطماطمايه مكعبات. دبلي كل الخضار اللي عندك، نزلت عليهم بكوبايتين من الفريك اللي مغسول بس ومتصفي كويس. ظبطت الملح والفلفل الاسود ومكعب من المرقه. هنا بقى عشان يبقى مفلفل 10 دقايق تقليب مستمر لغايه ما يتشوح خالص. بعدين حطيته في الصينيه، وبعدين هرص فيه الفراخ وسقيته بالمرقه. المرقه كانت عندي تغطي وتسيبي شويه بس من الصينيه. وزعي المرقه بالشكل ده كده كويس عشان تبقى شاربه كل الفريك. هنغطيها دلوقتي بالرول. بعد كده هندخلها الفرن تستوي 45 دقيقة 50 دقيقة بالكتير. وتعملي تيست كده بالمعلقة، هتلاقيه استوى ومفلفل معاكي ومش معجن، على الرغم ان احنا ما نقعناهوش، احنا مجرد ان احنا غسلناه كويس وصفيناه كويس. واهم حاجة ان نوع الفريك يبقى نظيف، ما يبقاش فيه تراب ولا يبقى فيه طوب وحاجات من دي. بجد الاكلة خطيرة ونص ساعة وكانت كلها خلصانة. بالهنا والشفا مقدما. باي.